السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرعون مصري حكم مصر ودعا المصريين لعبادة إله واحد، مش عبادة الشمس ولا القمر ولا الملوك، عبادة الله الواحد الأحد. قبل 3200 سنة اتحارب من شعبه وابنه اتبرأ منه، والملوك اللي بعده كسروا وشه وحاولوا يمحوا سيرته. أكتر فرعون مصري اتكره في فترة حكمه وكان سبب في تغيير الدين وشكل المعابد والفن في مصر. احنا جايين النهارده نتكلم عن اخناتون. هل كان نبي من أنبياء الله ولا كان مجرد رجل مؤمن؟ تعال احكي لكم النهارده عن واحد من أكتر ملوك مصر جدلا. اساطير كتير جدا اتقالت عنه ما بين هل هو نبي ولا رجل مؤمن موحد. حقيقة اخناتون. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو عشان ده بيدعمنا جدا. سنة 1336 قبل الميلاد حكم اخناتون مصر، وكان اسمه وقتها امنحتب الرابع. كان وقتها الحكم لابوه، ولما مات مسك الحكم عادي جدا زي اي ملك بيورث ابوه بعد ما يموت. ولكن بعد 5 سنين من ملكه مصر امنحتب الرابع يقرر يغير اسمه لاخناتون. وقبل اي حاجه لازم نعرف معنى الاسمين دول. امنحتب وده معناه امون راد، وهنا المقصود بالاله امون اله المصريين القدماء اللي هو اله الشمس. اما بقى اخناتون فده معناه صالح اتون او مفيد اتون او بمعنى تاني خادم اتون. وهنا مغزى القصه اللي هنعرفها خلال الحلقه. منتشر جدا بين الناس ان اخناتون كان بيدعو لاله واحد اللي هو الشمس، ولكن ده غلط لان الشمس عند الفراعنه اتعبدت اكتر من مره، ويعتبر اول وثن في حياه المصريين القدماء هو الشمس. طلع عليها اسماء كتير جدا واتسمت باسماء الهه كتير جدا زي رع، واللي هو برضو اله الشمس المنبثق من الاله اتوم، وده طبعا فكره عباده الابن المنبثق من الاب اللي هي ما زالت موجوده الى يومنا هذا بنفس الكونسبت بس بشكل مختلف وباسماء مختلفه. الاب موجود اللي هو اتوم، انبثق منه ابنه اللي هو رع اللي هي الشمس، والمصريين عبدوا الاب والابن. بس ده مش موضوعنا النهارده لان ده موضوع كبير محتاج حلقه لوحده، لكن لو عايزنا نتكلم في الموضوع ده يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. نرجع بقى لخادم اتوم او اخناتون. في الحقيقه ان اخناتون ما كانش بيعبد الشمس ولا حاجه، هو كان شايف ان الشمس هي ايه من ايات الله في الكون وانها من اعظم اياته، وكان بيدعو الناس ليعبدوا القوه الخفيه وراء صنع الشمس دي واللي هي بتنور الكون كله. بس هتقول لي وايه الدليل على كلامك؟ هقول لك يا صديقي الادله في كل حته لو دورت، بس ما تعتمدش على مصادر عايزه تصدر فكره معينه. ايوه برضو ما قلتليش ايه هي الدليل؟ ببساطه في انشوده ترجع لاخناتون وهو بيمدح فيها الاله اتون وبيقول: كل الذي يتحرك على الارض، كل الذي يطير في السماء، كل الذي يسبح في الماء، وكل الذي ينبت من الارض، كلها تعتمد على اتون. ومش بس كده، شوف دي كمان: انت الواحد الاحد، انت خالق كل شيء. كلام توحيدي صرف ما فيهوش اي شركيات. هو اعتبر ان الشمس دي مظهر من مظاهر القدره الالهيه في الكون، ولكنه كان بيعبد اله واحد خالق الكون كله، وده اللي خلى شعبه يعتبره مهرطق او مجنون، والشعب قلب عليه. والدليل على ده انهم لما لقوا الموميا بتاعته لقوا ان وشها مكسور، وده دليل على ان حد كسرها. ده غير ان ابنه اللي هو توت عنخ امون لما اخناتون مات بعد حكم مصر ب 17 سنه رجع عباده الاله امون تاني وتعدد الالهه، وكمان غير اسمه من توت عنخ اتون لتوت عنخ امون. اولا يا صديقي لازم تعرف ان التاريخ بدا يتحرف ويتزيف من اول لحظه بدا يتكتب فيها، وعشان كده لما ربنا أرسل لنا القرآن الكريم وجعله هو الرسالة الأخيرة لبني آدم قال: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من الحاجة اللي تدل على إن الإسلام هو الرسالة الأخيرة لينا إن ربنا قرر يحفظها بنفسه لحد يوم القيامة، عمرها ما هتتحرف أبدا ولا هتختفي إلى أن يشاء الله. اخناتون طلع عليه أساطير كتير زي إنه كان مريض جنسيا وإنه هو عنده هرمونات أنثوية زيادة شوية بسبب أشكال التماثيل اللي موجودة ليه واللي شكلها فعلا غريب. ولكن بعد دراسة بعض العلماء اللي مش هيهمك اسمهم خالص وهتلاقيهم تحت في المصادر اكتشفوا انه كان شخص عادي جدا، وان شكله الغريب ده كان نوع من انواع الفن مش اكتر. والدليل على كده انه كان عنده 6 بنات من نفرتيتي، ده غير ابنه توت عنخ امون. نيجي بقى للجزء الاهم واللي هو انت فاتح الفيديو عشانه. ليه في اقاويل بتقول انه نبي من انبياء الله؟ لانه ببساطه كلنا عارفين كمسلمين ان رساله الله من اول ما خلق ادم وانزله للارض وهي التوحيد الخالص لله وحده. فحكايه اخناتون وقصه حياته تخليك تقول ده نبي، بالذات بعد ما عرفنا انه كان مضطهد من شعبه وابنه، وكمان ان الملوك حاربوه وحاولوا يمحوا اسم اخناتون ده من التاريخ كله. وده حال الانبياء والرسل من اول ما ربنا ارسلهم، الاضطهاد والهجره من بلد لبلد. وده زي ما عمل اخناتون بالظبط. اخناتون هاجر من الاقصر لتل العمارنه عشان يبني معابد بشكل جديد ويدعو الناس لعباده اله واحد. وبرضه الناس حاولوا يزيفوا تاريخه ويقولوا انه كان وثني رغم اناشيده اللي كان فيها كلام توحيدي صرف. طبعا في اقاويل كتير جدا بتقول ان سيدنا موسى هو اخناتون، ولكن ده مش حقيقي لان سيدنا موسى جاء بعد اخناتون بسنين كتير، واللي
ما يعرفش كلمة موسى بالهيروغليفي معناها هي ابن الماء، وده اللي يتناسب مع قصة سيدنا موسى. بس تعالى ننتقل لحتة تانية ومهمة جدا هتوضح لنا ايه هي الرابطة الحقيقية بين اخناتون وبين سيدنا موسى. طيب زي ما قلنا بعد ما مات اخناتون ومسك ابنه توت عنخ امون الحكم، قرر يرجع تعدد الالهة تاني ويدمر سيرة ابوه بكل الطرق، وحاول انهاء كل اللي ليه علاقة بالدين التوحيدي الخالص اللي حاول يدعو ليه ابوه. ولكن تفتكر هل كلهم انتهوا فعلا؟ يعني هل فعلا الناس اللي رجعت تعبد الاوثان تاني قدر توت عنخ امون والملوك اللي بعده يقتلوا كل الناس دي؟ اعتقد والله اعلم لا. انا بفكر معاكم ان اكيد ده مش حقيقي. مهما حاول ينهوا عقيدة ابوه التوحيدية اكيد في ناس قدرت تخفي نفسها وتستمر في العقيدة دي عشان خايفين من الحكام والامراء اللي كانوا بيقتلوا اي حد معترض على معتقدهم. وانا بحاول استدل على كلامي ده والله اعلم برضو مين ايه الصح وايه الغلط. ربنا بيقول في سورة غافر: قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هنا هنشوف ان في رجل مؤمن برسالة سيدنا موسى كاتم ايمانه ومعترض على قتل بني اسرائيل لسيدنا موسى لانه بيقول ان الاله هو الله الواحد الاحد. هل الراجل ده كان على عقيدة اخناتون وابائه واجداده؟ وهل كان هو كاتم ايمانه خايف من فرعون واتباعه؟ الله اعلم. احنا بنحاول نفهم بس، لكن اكيد مش هنعرف كل حاجة بنسبة 100% بسبب طبعا كمية التزييف اللي موجودة في التاريخ. بس الاكيد ان الرسالة التوحيدية كانت موجودة من لحظة نزول البشر للارض واللي هتفضل لحد يوم القيامة. لكن هيفضل السؤال: ليه ثورة اخناتون الدينية لعبادة اله واحد فشلت؟ حتى ابنه كان ضدها، مع انه بعد فترة جاء سيدنا موسى لعبادة اله واحد امنوا بيه بني اسرائيل وقدروا يقضوا على فرعون. اكتب لنا رأيك في الكومنتات. وفي الاخر لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة والحاجات الجميلة دي كلها عشان نقدر نستمر في محتوانا. شكرا.